ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يلا بينا النهارده هنعمل مع بعض مطبق الفراخ، وهنعمل مع بعض تتبيله للفراخ البانيه خطيره بجد بجد. لو عملتيها مش هتبطلي تتبليها بالطريقه اللي انا هعملها. تمام. اول حاجه هنا معايا 4 صدور من الفراخ، بحاول اقطعهم شرايح عشان بعد كده هروح مدكاهم علشان يبقوا رفيعين، بحيث ان انا وانا بحمرهم في الزيت الفراخ تقدر تشرب الزيت. تمام. وده جزء هقطعه للبانيه، والجزء التاني هنقطعه للمطبق بتاع الفراخ الخطير. هنا نقيت القطع الصغيرة وهبتدي اقطعها علشان هننزل بيها على النار. في المقلاية بقى نزلنا بشوية من الزيت ومعاهم بصلاية، وبعد كده هننزل بمعلقتين من الفلفل الالوان البرطمان بتاعنا اللي بيسعفنا وبيخلي الاكل طعمه خطير وما بياخدش معايا وقت في المطبخ. تمام. هبتدي اقلب كده مجموعة الفلفل الالوان مع البصل، علشان بعد كده هننزل بالفراخ بتاعتنا اللي احنا قطعناها. وادي اهو ال4 شرايح فراخ اللي احنا قطعناهم. هنقلبهم بقى مع البصل والفلفل الالوان والبهارات بتاعتنا، كانت ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر. هنا اهو دي الفراخ البانيه بتاعتنا. هبتدي كده اي حاجة عندك دكيها كده بالفراخ علشان تقدر معاكي ان هي تشرب الزيت وتستوي معانا. وادي اهي الفراخ بتاعتنا بعد ما دكناها، بصوا بقى بتتفرد معانا ازاي. هتبتدي بقى تشرب الزيت كده بسهولة. خلاص. وفي البولة هنحضر التتبيلة بتاعتنا الخطيرة. هنزل بقطع الفراخ اللي احنا هنعملها بانيه، ودلوقتي طبعا على النار بعمل الفراخ التانية عشان نعمل بطبق الجلاش. هنحط صوص من الهريسة عشان الصوص بس طالع من التلاجة فما بينزلش بسهولة. تمام. حطينا اهو صوص الهريسة، وهنحط كمان زبادي وصويا صوص غامق. بجد التتبيلة دي هتودي الطعم في حتة تانية. تمام. وهنحط شوية من السماق، يبقى صوص الهريسة مع صوص صويا صوص غامق وشوية من السماق ونص كوباية من الزبادي. تمام. وبعد كده هضرب عليهم بيضتين مش بيضة واحدة. البهارات بتاعتي ملح وفلفل توم باودر وبصل باودر. هنقلب بقى هنلغوص بقى ونقلب بقى التتبيلة بتاعتنا الحلوة اللذيذة دي. تمام. وهنحطها في التلاجة ما تقلش عن 2 ساعة عشان تحسي بطعم التتبيلة. وبعد كده ادي اول بيضة وادي البيضة التانية. وهنقلب نقلب، وبعد كده هنروح حاطين التتبيلة بتاعتنا في التلاجة. المطبق بقى هنعمله ازاي؟ كل 3 ورقات من الجلاش هنفردهم زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وبعد كده هنحط الحشو بتاع الفراخ بتاعنا في النص. خلاص. هننزل بالحشو بتاعنا. وطبعا انا كان المفروض مع الوصفة جبنة موتزاريلا وكنت مطلعاها من بدري لكن نسيت اعملها، بس دي فيها جبنة موتزاريلا. تمام. هنقفل بقى كده اهو زي ما انتم شايفين، ونروح عاملينها مربعات وكده بنسميها مطبق الجلاش بتاع الفراخ. وادي اول واحدة عملناها مع بعض. هنعمل بقى كل الجلاش كل 3 أو 4 ورقات. كل 3 أو 4 ورقات هنحط في النص الفراخ وهنروح مقفلينهم مربع. لما تيجي تحطي فراخ هتحطي فراخ وسط كده، ما تحطيش حشو كبير علشان
الجلاش ما يفردش معاكي والعملية تبهوأ منك كده، فاهماني ازاي؟ فبتحطي حبة وسط وسط، ما تعمليش ما تحشيش الجلاش كمية كبيرة. خلاص هنقفل اهو، دي تاني واحدة، وهنعمل بقى كلهم نفس النظام. وادي الجلاش بتاعنا اهو. هنبتدي بعد كده هنحط شوية من الزيت ده في المكان بتاع الفراخ، تمام. هنحط شوية من الزيت ونحمر الجلاش بتاعنا الناحية دي، وبعد كده نروح قلبينه على الناحية التانية. وهيطلع معانا احلى مطبق للفراخ، خطير بجد بجد، كان مقرمش ويتاكل اكل، وجماله بقى ان هو إيه عاملينه طازة، وكمان لما بيتاكل طازة بيبقى كمان في حتة تانية. فما تنسيش لما تيجي تعملي الوصفة دي تحطي الجبنة الموتزاريلا عشان انا نسيت. وادي الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعت من التلاجة، خلاص هنبتدي بعد كده هنحطها في البقسماط، بس انا ما حطيتهاش في في الدقيق، ما حطيتهاش في الدقيق، بيض وبقسماط بس. خلاص وبعد كده على النار نحط نار شوية زيت، ونار متوسطة كده، والزيت لازم يكون سخن، ونروح نازلين بالفراخ بتاعتنا محمرينها، وطلع لنا احلى فراخ بانيه خطيرة. عايزاكم تجربوها، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس